البتنجان وانت بتشتريه اشتري البتنجانه، امسكيها كده اللي تكون خفيفه ما تكونش تقيله. لو تقيله هتلاقيها كلها غله من جوه ومش حلوه خالص، فانت هاتي البتنجانه الخفيفه شوفي من جوه ما فيهاش اي بذور خالص. نمسكها بقى نقشرها زي ما انا مقشراها كده، عايزه تسيبيها ما تقشرهاش براحتك خالص. عايزه تقشريها تقشري حته وتسيبي حته بالشكل ده، ونجيبها بقى نقطعها مكعبات بالشكل ده. مكعبات يعني ايه وسط كده قد بعضيها، بنقطعها صوابع الاول وبعد كده ايه بنقطعها مكعبات بالشكل ده. عايزه تحطيها في ميه على طول بملح مفيش اي مشكله، بس انا بحب اقطعها وبحطها في الطبق زي كده وارش عليها شويه من الملح بالشكل ده، معلقه صغيره كده من الملح بحطها واقلبها فيها واركنها لغايه يعني حوالي 10 دقائق بالشكل ده كده، تنزل الميه اللي فيها وبعد كده بنغسلها. جبت هنا طبعا دول 3 حبات من البطاطس، عايزه تزودي عن كده براحتك على حسب عدد افراد اسرتك. برده هنقطعها مكعبات زي البتنجان بالشكل ده. سهله وبسيطه خالص وان شاء الله مش هتاخد معاكي وقت، مش هتقفي كتير في المطبخ. غدوه كامله متكامله. البتنجان احنا عارفينه كله حديد ومفيد جدا، فان شاء الله هتجربيها وهتعجبك. قطعت البطاطس بالشكل ده مكعبات. جبت بقى طاسه على النار حطيت فيها شويه زيت كده حلوين. اول ما يبداوا يسخنوا كده هنزل معايا بالبطاطس الاول، ندي البطاطس تحميره حلوه